السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة هنكمل اللي احنا بدأناه في الحلقة اللي فاتت، اللي هو الأفضل لاعبين أو أكتر اللعيبة اللي ظهروا في كان مونديال 2022 في قطر. بداية أنا بنعدي في الفيديوهات اللي بعملها وان شوت أو باخدها كلها مرة واحدة، وغالبا ما بعملش سكريبت. فالموضوع بيبقى يعني في حكاية إن أنا أقول اللعيبة، في لعيبة بعض اللعيبة راحت يعني ما قدرتش أفتكرهم. فعشان كده مضطر المرة دي أعمل سكريبت عشان خاطر ما ننساش حد يعني. نبدأ على طول في الفيديو عشان ما أتأخرش عليكم. يعني بداية زي ما قلنا المرة اللي فاتت، من اللعيبة اللي ظهروا بشكل كبير جدا في المونديال كان دومينيك ليفاكوفيتش، ده حارس كرواتيا. هو حارس عمره 27 سنة، طوله 187 سنتي. مولود في 9 يناير 95. بيلعب في نادي دينامو زاغرب، وطبعا اكيد هيتنقل لنادي اكبر لان احنا شفنا ادى مونديال رائع في مونديال قطر. وفي كلام كبير جدا او كلام كتير جدا عن ان هو هيتنقل لبايرن ميونخ، وفي كلام اتقال ان هو مضى فعلا لاياكس. اياكس طبعا معروف من اكتر الانديه اللي عينيها حلوه جدا وبتقدر تنقل، تبقى محطه مهمه جدا للعيبه وبتسوق اللعيبه للفرق الكبيره يعني. تاني حارس هو برضو، يعني زي ما قلنا التاني برضو حارس ياسين بونو، حارس المغرب. طوله 195 سنتي. عمره 31 سنة. مواليد 5 ابريل 94، 5 ابريل 91. بيلعب في اشبيلية. اشبيلية طبعا هو نادي كبير يعني، بس السنة دي اشبيلية او سيفيل بيعاني بشكل كبير جدا، واحتمال كبير يعني مهدد بالهبوط. السنة دي يمكن لوبوتيجي كان بيدربه في أول الموسم وما كانش ماشي معاه كويس قبل ما يسيبهم لوبوتيجي. لكن أعتقد إن سيم بونو آن الأوان يعني إنه يسيب أشبيلية ويتنقل لفريق أكبر من كده شوية. الحارس الثالث هو إيماليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين الرائع، ده أنا شايفه من أفضل الحراس اللي جم في تاريخ الأرجنتين يعني. حتى أنا دايما بقول إن هو يعني الافضل في تاريخ الارجنتين. لو قلنا افضل حراس في تاريخ الارجنتين هنقول ايميليانو مارتينيز وكارلوس روا وفيلول. دول اعتقد افضل ثلاث حراس شفتهم من الارجنتين. مارتينيز طبعا زي ما كلنا عارفين بيلعب في استون فيلا. هو مواليد 92، عنده 30 سنة. 2 سبتمبر 92، طوله 199 سنتي. نيجي بعد كده برضو حارس كمان هو فانجا ميليكوفيتش سافيتش، حارس صربيا. حارس رائع برضو يعني. اعتقد ان فرقة صربيا تحديدا لو عندهم خط دفاع بس كان ممكن ينافسوا على كأس العالم، يعني عندهم هجوم هايل وعندهم حارس جيد جدا. الحارس ده بيلعب في تورينو في ايطاليا، طوله 2 متر 2. وهو عنده 25 سنة، مواليد 20 فبراير 97. نتنقل بعد كده للاعبين بقى اللي ظهروا. هنبدأ جوسكو جيفارديول. جيفارديول ده لعيب كرواتيا. يعني يمكن انا ما عجبتنيش مثلا اللي عمله في ماتش الارجنتين لما يعتبر ميسي لف بيه نص الملعب ووصله لغايه لما جاب جون يعني، لكنه عمل عموما مونديال جيد. ولعيب صغير في السن، عنده 20 سنة، بيلعب في لايبزيج. طوله 185 سنتي. ومولود في 23 يناير 2002. اتنقل بعد كده اللاعب تاني واللي ظهر بشكل كبير جدا وبشكل رائع جدا في المونديال برضو، عز الدين أناحي. أناحي بيلعب في نادي انجي في فرنسا. طوله 182 سنتي وعنده 22 سنة بس. مواليد 19 ابريل 2000. طبعا هو ناحي في انديه كبيره جدا عايزاه، اكتر من نادي طالبينه، النادي انجي الفرنسي. من المغرب برضو مش هنبعد كتير يعني، عندنا برضو يوسف المرابط. عنده 26 سنه وطوله 183 سنتي. وبيلعب في فورنتينا. مواليد آه، مولود 21 أغسطس 96. سفيان مرابط. برضو من المغرب يوسف النصيري اللي بيلعب في اشبيليه، زميل ياسون بونو. طوله 188 سم وعنده 25 سنه.
ومولود في أول يونيو 97. برضو عشان ما نبعدش عن المغرب فهنقول أيضا في المغرب في يحيى عطية الله. يحيى عطية الله هو مغربي طبعا، كلنا شفناه مع الوداد المغربي. أدى مونديال رائع، وكنت شايف إن هو من للأسف من الأخطاء اللي عملها الرجراجي إنه كان بيلعب مزراوي عليه، مزراوي أساسا باك يمين، كان بيلعب على يحيى عطية الله اللي كان لما كان بينزل كان بيأدي بشكل رائع جدا. عطية الله عنده 27 سنة وطوله 176 سنتي، مواليد 2 مارس 95. نتنقل للاعب تاني هو محمد قدوس. محمد قدوس أدى مونديال رائع، لاعب الغاني. محمد قدوس طبعا بيلعب في أياكس، طوله 177 سنتي، عنده 22 سنة، مواليد 2 أغسطس 2006. آه، جونكالو راموس بيلعب في بنفيكا، عنده 21 سنة. طبعا راموس شفناه أدى مونديال مبهر يعني. عنده 21 سنة بس بيلعب في بنفيكا، وطوله 184، مواليد 20 يونيو 2001. آه، من الأرجنتين برضو، احنا مش هنبعد برضو بعيد، احنا في نفس الفريق في بنفيكا. انزو فرنانديز. انزو فرنانديز اللي خد افضل لاعب شاب في البطولة وافضل موهبة صاعدة. طوله 176 سنتي وهو عنده 21 سنة بس، مواليد 17 يناير 2001. ودلوقتي جاي له عرض ب 100 مليون، بس بنفيكا رافض ومصمم انه ياخد 120 مليون قيمة الشرط الجزائي، رغم انه كان جايبه من سنة بس ب 12 مليون. في الارجنتين برضو ديبول، لاعب اتلتيكو مدريد، عمل موسم رائع يعني، اول مونديال رائع، بس يعني يمكن هو عنده 28 سنة، ومش عارف هل ممكن يتنقل من اتلتيكو مدريد ولا لا، بس هو عمل مونديال رائع يعني، حبيت برضو اذكره يعني. وعنده 28 سنة زي ما قلنا، وطوله 180 سنتي، مواليد 24 مايو 94. لويس تشافيز ده الجناح الشمال في المكسيك، بيلعب في نادي باتشوكا طبعا اللي احنا عارفينه. طوله 178 سنتي وعنده 26 سنة، مولود في 15 يناير 96. لويس تشافيز كان أدى مونديال رائع هو وهيرفينج لوزانو اللي احنا برضو نتكلم عنه، بس لوزانو بيلعب في نابولي يعني، اعتقد الموضوع يبقى صعب شوية يعني. الاثنين عملوا مونديال مبهر يعني. لوزانو 27 سنة وطوله 174 سنتي، مواليد 30 يوليو 95. نتنقل بقى للفرنسويين. ولو قلنا فرنسا فهنقول كولو مواني، اللي فاجئنا كلنا يعني بالمستوى الرائع اللي أداه والظهور الرائع ليه. كولو مواني عنده 24 سنة بس، بيلعب في انتراخت فرانكفورت، وطوله 100 متر 87 سنتي، مولود 5 ديسمبر 97. وفي فرنسا برضو اللي كان بديل، اللي كان بينزل في ماتشات كتيرة جدا، وكان بيأدي بشكل جيد جدا، ماركوس ترام ابن ليليان ترام. عنده 25 سنة، بيلعب في مونجي جلادباخ، وطوله 192، ومولود في 6 أغسطس 97. برضو من اللعيبة اللي كانوا مميزين جدا جاكبو، كودي جاكبو، لاعب اندهوفن، عنده 23 سنة، طوله 193 سم، مولود في 7 مايو 99. وما اعتقدش ان جاكبو ممكن يقعد في الدوري الهولندي اكتر من كده يعني، لعيب رائع وقدم مونديال كبير جدا يعني. من اليابان دايزن مايدا او مايادا، دايزن مايادا مهاجم، يعني انا شفته مهاجم جيد جدا، بيلعب في سيلتيك الاسكتلندي، سيلتيك جلاسجو. عنده 25 سنة بس، طوله 183 سنتي، ومواليد 20 أكتوبر 97. من اليابان برضو ريتسو دوان. ريتسو دوان ده بيلعب في فرايبورغ، عنده 24 سنة، وطوله 172 سنتي، مولود 16 يونيو 98.
و90 ده برضو مهاجم ايضا برضو او جناح، يعني لسه جناح غير مايدا المهاجم. اللي فاكرينه لو نفتكر مايدا جاب جون في كرواتيا، ريتسدوان اللي جاب الهدف الثاني في المانيا. برضو في الهجوم اللي ادى بشكل جيد جدا برضو من ضمن المهاجمين كان داني اولمو. داني اولمو الاسباني، هو بيلعب في لايبزيج، مش عارف ليه يعني سايب الدوري الاسباني كله بيلعب في لايبزيج. عنده 24 سنه، طوله 179 سنتي، ومواليد 7 مايو 98، برضو ادى مونديال رائع يعني. او تاناكا لاعب الياباني برضو، عنده 24 سنه، بيلعب في دوسلدورف، طوله 182 سنتي، ومولود في 10. دوسلدورف طبعا نادي بيلعب في درجه ثانيه في البوندز في المانيا يعني. مواليد 10 سبتمبر 98. مع الارجنتين برضو اللي انا شايف ان هو كان افضل لاعب في الارجنتين في المونديال ماك اليستر. ماك اليستر عمل مونديال رائع يعني، عنده 23 سنه بس، وبيلعب في برايتون. اعتقد ان يعني ان الاوان ان هو يتنقل لنادي اكبر من كده. طوله 174 سم، مواليد 24 ديسمبر 98. ومن انجلترا طبعا افضل لاعب، يعني افضل لاعب في المنتخب الانجليزي، الموهبه الصاعده الكبيره جدا، جود بيلينجهام. اللي اعتقد ان اكيد يعني في خلال ما كانش في يناير، في يونيو الجاي اكيد هيتنقل لنادي كبير في البريمير ليج. عنده 19 سنه بس، بيلعب في دورتموند، وطوله 186 سم، مواليد 29 يونيو 2003. ومن فرنسا برضو يوسف فوفانا، لاعب وسط قوي جدا، عنده 23 سنة، بيلعب في موناكو، طوله 185 سنتي، ومولود في 10 يناير 99. تيموثي ويا ابن الأسطورة جورج ويا، اللاعب الأمريكي اللي بيلعب في ليل، عنده 22 سنة، مهاجم جيد برضو. بس طبعا مش زي والده يعني، أكيد جورج ويا كان أحسن. 183 سنتي، ومولود 22 فبراير 2000. من أمريكا برضو يونس موسى، اللي بيلعب في فالنسيا، عنده 20 سنة بس، لاعب وسط جيد جدا، طوله 178 سنتي، مواليد في 29 نوفمبر 2002. دول اعتقد اهم اللعيبه. كان في طبعا في لعيبه كتيره جدا كانوا جيدين، لكن ما اعتقدش ان هم ممكن يتنقلوا لحد اكتر كده، زي مثلا مندي في السنغال، بس هو كده كده بيلعب في ليستر سيتي، مش هيروح في حته احسن يعني. دول اعتقد ان هم افضل اللعيبه اللي كانوا موجودين في المونديال، ولا اعتقد ان هم هيتنقلوا. ما كانش في يناير الجاي، فغالبا فهيبقى في يونيو، الاكتر اغلب من يكون في يناير. او لو ما اتنقلوش اكيد هيكون ليهم دور اكبر في الانديه بتاعتهم يعني، وهيبقى في نقله كبيره جدا في تاريخهم بعد كده. اعتقد ده اهم مكان في فيديو اليوم. لو عجبكم الفيديو ما ننساش لايك وشير سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.